السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة أسامة شعبان بتاع الاشتراك على اليوتيوب وأسامة شعبان على الفيسبوك. النهارده معانا أستاذ بهاء، الحمد لله بنسلم الشقة بتاعته. مساء الفل يا كبير. إيه الأخبار؟ حبيبي الله. عايزين نعرف الناس بس حضرتك عايزين عن طريق إيه؟ هو الباشمهندس اسامه بسم الله ما شاء الله احنا لما جينا عملنا سيرش على النت فكان ايه افضل المهندسين بيشطبوا فشفنا كذا برزنتيشن بتاع كذا مهندس وكان بصراحه المهندس اسامه كان نصيبنا ان احنا اتشرفنا ان احنا علينا معاه. ما شاء الله يبارك لك. ندمت إن أنت اتعاملت معانا؟ لا بصراحه جدا. حبيبي ما شاء الله يبارك لك. المهم الحمد لله رب العالمين، استمشي إيدك على خير. الحمد لله كله تمام؟ انت هترشحنا لاي حد تاني ولا تقول خلاص هو عرفناه وشغل؟ بامر الله يعني باذن الله 110 100%. حبيبي الله يبارك فيك. بستأذنك اخد جوله في الشقه. حبيبي اشكرك. الف شكر يا مدير. ان شاء الله هنبتدي دايما من عند باب الشقه. يعني مغيرين باب الشقه الباب مصفى. تمام؟ الباب مصفى ده هو الطبيعي اوريدي ان احنا عندنا الباب لما يجي يفتح هيفتح معايا كده. ولكن طلب العميل ان هو لما يجي يفتح معايا هنا علشان ما يجرحش باقي الشقه معانا. تمام؟ فانا لما فتحت باب الشقه كده فبالتالي برضه هتمشي عندي المفاتيح كلها اللي تخص الاناره. طبعا احنا شايف 3 علب متوزعه معانا. لو الكاميرا تجيب معانا السقف هيلاقي معانا ان احنا عندنا اسقاطات، عندنا ماجنتيك، عندنا بروفايل ليد. ممكن الكاميرا تجيب من بعيد هيجيب معايا الزاويه اكبر. تمام؟ طيب فاحنا عاملين ايه؟ احنا لو قفلنا كل الكلام ده هنا هوريكم ان احنا اول خط على خط الماجنتيك، ثاني خط الماجنتيك الثاني، ثالث خط البروفايل ليد. بعد كده عندنا الاسقاطات اللي في السنتر هنلاقي مفتاح بينور 3 اسقاطات بس، والمفتاح الثاني بينور باقي الاسقاطات، وعندنا المفتاح ده بينور اللمبه اللي على السلم. طبعا توزيع الاضاءه مهم جدا علشان يدي لحضرتك اريحيه انك تبدا عايز تنور بنار ضعيفه، عايز لو انت خدت بالك لما تدخل الاضاءه الابيض مع الاناره الورم بحيث ان انت تحب الاناره الورم اوكي، عايز الابيض تمام، عايز تشغل الاثنين مع بعض زي الفل. عندي الجنب ده كله ده جنب وول بيبر ورا حائط 3 دي، الجنب ده كله حضرتك بتختار الشكل اللي يعجبك وبتنفذه. كل ده قطعه واحده مش قطع متركبه، لا هي كلها قطعه واحده بتيجي على حسب المقاس المطلوب وبيركب على حسب الشكل اللي معاك. تمام؟ طبعا مغيرين اللوحه بتاع الكهرباء، عاملين كشاف طوارئ في كل غرفه وفي الريسبشن وفي المطبخ والحمام، بحيث ان انا دلوقتي لو انا فصلت الكهرباء عندي بالكامل يقدر ان هو ينور. طيب ممكن نعمل دلوقتي طريقه يعني، وعندي اللقمه اللي هي بتاع ظبط التيار بحيث ان هي تظبط معايا التيار. طيب انا النهارده لو قفلت الكهرباء بتاعتي هلاقي ان اللمبه بتاعت الطوارئ اشتغلت، جيت شغلت الكهرباء هلاقي ان اللمبه فصلت. فدي بتشتغل لما الكهرباء تفصل، وفي نفس الوقت لو الكهرباء عندي فصلت بالنهار هقدر ان انا من خلال الزرار ده افصلها واشغلها والتيار مقطوع. جهزنا طبعا تكييف في الريسبشن لان انا عندي الجنب ده جنب الجار بيني وبين الجار، فانا مجهز التكييف للريسبشن بحيث ان هو خارج بره عندي، بحيث ان انا لما اركب ان شاء الله التكييف ما يبقاش عندي اي مشاكل. عاملين صرف تكييفات اللي هو ده صرف تكييفات في الشقه كلها بالكامل للثلاث غرف وللريسبشن. تمام؟ طبعا عاملين مفتاح جوه التكييف. هنا النقطه بتاع الدش احنا مجهزينها في الجزء ده، وان شاء الله برضه لما نيجي هنركب حامل يعني عريض شويه ويقلب معايا بزاويه 45 لو انا حامل، لان هيكون عندي هنا جلسه وهيكون عندي هنا جلسه صغيره في الجزء ده كده، بحيث ان انا اقدر اسيبه عين او اقدر ان انا اجيبه بزاويه 45. الاعداد كله عندي في الشقه كلها متغيره لبي اس والازاز دبل جورجيا. طيب ليه بعمل الازاز دبل جورجيا؟ بيمنع عندي الصوت، بيمنع عني الاتربه، وبيكون افضل من ان اعمله سنجل. تمام؟ ده كده بالنسبه للازاز. بره طبعا عاملين برضه البلكونه حديد، بس احنا البلكونه حاطين فيها شويه بقى الحاجات كلها اللي باقيه من الشقه، الابواب اللي باقيه والكلام ده كله خاصه بالعميل، بس هي ممكن تكون واضحه
متقفله البلكونه كلها بالكامل، وريتها لكم قبل كده في كذا فيديو. تمام. وعاملين المطبخ هنا امريكان، وعامل الجزء ده حجر مع علبه جبسون بورد. اقدر وانا قاعد هنا على الركنه اللي موجوده اقدر انورها زي كده او اقدر افصل. تمام. دي ممكن انورها لوحدها من غير اي اضاءه نهائي، هتديني فيلنج في الاضاءه هتبقى جميله جدا ولطيفه ومريحه للاعصاب. طبعا انا عارف ان انت بتتكلم بتقول طب لو كانت ورم كانت هتبقى افضل، هي فعلا كانت هتبقى افضل، ولكن هنا العميل عايز الاضاءه كلها ابيض، هو بيحب الاضاءه الابيض. احنا كسرنا بالماجنتيك بس الاضاءه الورم، بحيث ان في يعني بالليل تيجي تشغل التلفزيون تشغل اضاءه ورم تبقى قاعد براحه نفسيه. ومعاه الابيض عايز ينور كده او كده ده موجود معاه. تمام. عندي نقطه مهمه جدا، انا وريتكم المفاتيح عند باب الشقه، نفس المفاتيح هي موجوده عندي هنا من عند الطرق، بحيث ان انا وانا خارج من الطرقه حبيت ان انا افصل الانوار كلها بالكامل او انورها كلها عندي بالكامل، ما اضطرش ان انا اروح لحد باب الشقه عشان انور او افصل. تمام. هنا عندي المطبخ امريكان موجود عندي، لو الكاميرا تيجي معايا هنا. تمام. طبعا انا عندي الثلاجه ليها مقاس معين، احنا عاملين هنا الاول جلسه للمطبخ كله بالكامل، وعاملين التصميم ده برضه خاص بالعميل. تمام. لان هو كان عايز الرخامه زي ما هو كده قطعه واحده. طيب انا بالنسبه لي كرايي البوتاجاز كان يبقى هنا، الحوض هنا، الثلاجه هنا، القطعه بتاعت المطبخ بالكامل تكون موجوده عندي هنا. بالنسبه لي هتديني اريحيه افضل، طرقه كويسه مستقيمه اقدر استخدم، ولكن هو حامل ان البوتاجاز يكون هنا والرخامه دي تيجي معاه للاخر. طبعا الشباك متعدل، مركبين شفاط هنا في الشباك زي ما انت شايف شغال معانا، مركبين شفاط عندي في السقف فوق مع بروفايل ليد مع اسبوتين. طبعا كل حاجه من دي على مفتاح زي ما دايما متعودين مع بعض ان انا اقدر اشغل ايه او افصل ايه، ودي خاصه باللود اللي هيركب الشفاط اللي فوق البوتاجاز. فانا عندي هنا في المطبخ علشان مفتوح امريكان 3 شفاطات، شفاط على الشباك، شفاط في السقف، شفاط فوق البوتاجاز. تمام. ده طبعا تقسيمه المطبخ الخاصه بالعميل واختيار الالوان الخاص بالعميل والصوانيك الخاص بالعميل. هنبدا عندي هنا، انا عندي هنا غرفه، عندي هنا 2، ودي الغرفه الثالثه. الغرفه الثالثه طبعا كان الباب بتاعها بيفتح معايا جوه برضه، انا قلبته وخليت الباب يفتح معايا لبره، بيديك اريحيه افضل جوه الغرفه انك تفرش الفرش بتاعك مظبوط. تمام. عندي من ضمن المفاتيح كان في هناك عند باب الشقه 3 علب، اخر علبه كانت بتنور اللمبه اللي على باب الشقه من بره. هنا بقى اخر علبه شغاله معايا بالطرقه هنا، عاملين برضه طرقه فلات فيها خط سلطات على خط والاثنين بروفايل على خط، اقدر ان انا ادي برضه من اول الطرقه ومن اخر الطرقه. الحاجات دي مهمه جدا، تركيبات بسيطه بس بتريحك انت لما بتيجي تقعد وبتريح ست البيت، ما افضلش الف في الشقه كلها علشان انور او افصل. نبدا هنا كده في اول غرفه ونقول بسم الله. انا عندي هنا اول غرفه، ندخل معانا كده بس نقف على الباب عشان تبان معايا. انا عندي هنا رسمه بسيطه جبسون بورد. تمام. مش عامل ولا كرانيش ولا بيت نور ولا اي حاجه، هي رسمه بسيطه ورده فيها زي ما انت شايف البانل الكبير اللي في النص والسلطات الصغيره. برضه عاملين الاضاءه الشديده على مفتاح لوحده والاضاءه الصغيره على المفتاح. دي ممكن تنور معايا اللي هو اضاءه بينك بس، او تديني ابيض بس، او تديني الاثنين مع بعض مع الاضاءه الشديده. وطبعا برضه موزعين الكهرباء بتاعتنا، عاملين خط التكييف، عاملين الصرف بتاع التكييفات بتاع الميه، عندي الشبابيك كلها دبل جورجيا بحيث ان انا اقدر احكم ان انا امنع صوت، امنع كده، امنع اي حاجه، بالذات لان الشقه دي دور ارضي. تمام. وعاملين برضه من بره شباك حديد بارز بحيث ان انا ما يبقاش مناط لاي حاجه. تمام. ده كده اول غرفه. نبدا نشوف هنا ثاني غرفه، وبرضه احنا عاملين حاجه في الابواب هنا. الابواب دي احنا مغيرين برضه شكلها دايما، عامل مركب لها وش من بره ومن جوه ومتجلده وواخده عصب كتير في النص ومدهونه كلها معايا لكن. تمام. هنبدا برضه في ثاني غرفه. انا عندي
تعال اتفضل معانا برضه. هنا تاني غرفه نفس الرسمه برضه اللي موجوده ونفس الشكل. لو الكاميرا تدخل معايا هنا كده، عندي برضه نفس كشافات الطوارئ اللي كنت بكلمكم عليها، ان انا عندي كشافات الطوارئ موجوده في كل الغرف كلها. هنا كان المفروض كان في بواط، احنا استبدلنا البواطات دي كلها وعملنا علب ماجيك وركبنا فيها كشافات طوارئ بحيث ان هي يكون الشكل انضف. وتاني حاجه استخدمناها في كشافات الطوارئ، تمام؟ طبعا هنا لما غيرنا اشكال الابواب بقت افضل، فاحنا غيرنا الاوكر معانا تمشي مع الالوان. كل الكلام ده ما كانش فيه كهرباء، يعني احنا زودنا كهرباء هنا وزودنا كهرباء هنا، وعاملين برضو نفس الموضوع اللي هو المفتاح بتاع التكييف اقدر اشغل التكييف منه او اقدر افصل زي ما انت شايف في لمبه عندي هنا تبين لي اذا كانت شغاله او لا. وعندي هنا كل الكلام ده هنا كهرباء. لو تاخد بالك الكاميرا تيجي معايا هنا، عاملين برضو مكان هنا للشاشه. ودايما عايز اقول لك على حاجه برضو، ورا الشاشه دايما تخلي الكهربائي يعمل لك فيشتين علشان يكون فيشه للشاشه نفسها وفيشه للريسيفر، ما تضطرش ان انت تحط مشتركات ورا الشاشه. هما فيشتين هيفيدوك ويبقى كويس جدا. ولو انا هعمل وحده تحت وهيبقى الريسيفر عندي محطوط تحت او بلاي ستيشن او الكلام ده كله، هضطر ان انا احط ماسوره رابطه ما بين العلب اللي فوق والعلب اللي تحت، ماسوره 1 بوصه اللي هي بتاع السباك عشان ياخد معايا كابلات ال HDMI بحيث ان ما يبقاش فيه اسلاك خالص ظاهره معايا. دي معلومه كده على الماشي. تعالى معايا. طبعا دي برضه البلكونه بتاع المنظر، بس معلش ايه من المنظر احنا لميت فيها برضه كل الحاجات اللي تخص العجيب القديمه كلها موجوده معانا، تمام؟ طبعا متقفله كلها حديد ومتقفله سيراميك والكلام ده كله. تعالى ندخل عندنا هنا في الحمام. ده كده عندي الحمام، هبتدي من هنا. طبعا الباب بتاع الحمام كان خشب غيرناه كله وركبناه باب الموتيل. تعالى نبتدي معانا من هنا يا باشا واتفضل معانا. اخد انا بقى ايه الكاميرا عشان المكان ضيق شويه. بصوا يا جماعه لو هنبتدي معانا مع بعض، تمام؟ ده كده الحمام معايا هنا، عاملين هنا البانيو، تمام؟ طبعا مع التفصيله الجميله بتاع السيراميك، لطيفه جدا وخفيفه مع الديكور اللي في النص والفاتح والغامق. عاملين بوكيتات هنا على البانيو، تمام؟ طبعا ليها خط اضاءه لوحده اقدر انوره، تمام؟ من عندي من هنا. ونفس القصه برضه عندي في المرايه ان انا اقدر انورها عندي. يبقى انا عندي خطوط اضاءه موجوده عندي، لو انا نورتهم لوحدهم بدون اي اضاءه في السقف تقدر ان حضرتك تدخل وتبقى مرتاح ومفيش اي ازعاج، وتقدر انت تحط اي حاجه في البوكيتات دي وتقدر تستخدمها. عندي نفس القصه برضه في السقف عشان تبقى انتوا معايا. انا عندي مفتاح بينور السبوتين اللي داخل البانيو، وعندي مفتاح تاني ينور لي البروفايل ليد، وعندي مفتاح تالت ينور لي السبوتات. اقدر ان انا اوزع الاضاءه عندي كلها في المكان كله، تمام؟ عندي طبعا الحوض راكب عندي الوحده، عندي القاعده بتاع التويلت في مكانها، الخلاط بتاع الشطاف. عايز اقول لكم على معلومه مهمه جدا، الخلاط بتاع الشطاف ده مهم جدا لاي حد بيأسس في الشغل الجديد، بحيث ان انت ما تنساهوش علشان تقول للسباك عليه. ده مهم جدا انك تأسسه معاك، تمام؟ طيب بعد كده هنبدأ نخرج من الحمام، هندخل اخر غرفة اللي كنا بنتكلم فيها. هنا كده هنبدأ ندخل باخر غرفة. الباب لما اتفتح معايا للاخر اداني المساحة بتاع الغرفة كلها بالكامل. هقدر احط الدولاب بتاعي في الجزء ده كده، ندخل مع بعض عشان برضه تبقى انت معايا. طبعا الإنارة بتاعتي كلها موجودة عندي هنا. السرير هيكون عندي في الجزء ده، لو خدت بالك ان انا عامل بروفايل ليد موجود فوق السرير بالظبط، مش موزع اضاءه، لان انا عندي الجزء ده عندي فيه دولاب ما فيهوش حاجه. عندي الجزء ده هنا هيكون فيه الشاشه. وبرده نفس الموضوع ان انا اقدر استخدم السبوتين دول لوحدهم على لاين، السبوتين الاثنين هنا على لاين لوحده، البروفايل ليد على لاين لوحده، تمام؟ وعاملين نفس القصه ان انا اقدر انور من هنا واشغل من هنا كاليفتير. عندي هنا مفتاح خاص بالتكييف مع صف التكييفات كله. طبعا الغرف عندي 3 غرف، مش مجهز لهم تكييفات كمواسير. بس انا ليه مش مجهز؟ لان الريسبشن عندي الوحيد اللي انا الظهر مني في جار، فانا ما اقدرش ان انا اركب التكييف باك تو باك، يعني اخرم واطلع المواسير من بره.
فلازم اجهز له تجهيزه علشان المواسير تطلع معايا من الجنب. ولكن كل الغرف عندي هنا التكييف هيتخرم عندي من هنا من الزاويه دي، هيطلع بره للكمبرسور، خلاص الموضوع منتهي ان انا عندي الواجهه، فبقى التكييف هيركب باك تو باك مش محتاج تاسيس. تمام؟ طيب وعندي هنا البريزه اللي هتكون هنا، هيكون هنا عندي التسريحه في الجزء ده، هيكون عندي هنا الشاشه زي ما قلت لك دايما برضه يكون في فيشتين مع اللقمه بتاع الدش. وفي برضه معلومه مهمه انا ما قلتهاش قبل كده، ولكن انا يعني استعجبت من العميل برضه كان بيكلمني ان هو خط دش واحد اللي هو سلك دش واحد بيطلع يجاز الشقه كلها. حضرتك مفيش الموضوع ده، انت كل غرفه بتطلع بسلك دش. يعني انت لو عندك 3 غرف وريسبشن 4 نقط دش ب4 اسلاك دش طالعين معاك لحد السطح، وبتركب قطعه ان بي فيها 4 مخرج. ده ايه فايدته؟ ان انا اطلع 4 اسلاك او ان اطلع سلك واحد. هقول لحضرتك لما اطلع 4 اسلاك بقطعه ان بي 4 مخرج اقدر ان انا احط شاشه وريسيفر في كل غرفه اتحكم فيها براحتي من غير ما ياثر على الشاشه الثانيه. فانا لو طلعت بكابل واحد وسلك واحد هركب في قطعه ان بي واحد مخرج، ما اقدرش ان انا اركب كذا ريسيفر في كل اوضه، الاشاره هتعمل لي مشكله وهيشوشوا على بعض. وشكرا لكم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.